اهلا متابعين قناة مامي هيرو، كل سنة وحضراتكم طيبين. ازيكم عاملين ايه؟ انا يعني بقالي فترة كبيرة ما نزلتش فيديو من فيديوهات القناة، ولكن النهاردة جايبة لكم فيديو قوي. جايبة لكم شركة مصرية. في الفترة الأخيرة كانت عاملة ضجة جميلة قوي قوي، وكان بالنسبة لمنتجاتها وأسعارها في المتناول. بتنافس كل الأسعار والمنتجات الأوروبية أو المنتجات المستوردة. الشركة دي مايت سينما. مايت سينما نزلت بتقولها الفترة اللي فاتت، كان في مقاطعة طبعا زي ما انتوا عارفين، وكان من أهم الحاجات اللي أنا استخدمتها بعض البرودكت كده، جايالكوا أعمل لكم عنه ريفيو. اول حاجة استخدمتها كانت الماسكارا ديت من مايت سينما. حلوة قوي بجد، وكان سعرها 65 جنيه. كانت يعني مش عايزة اقول لكم، بصوا انا استخدمتها كانت مغلفة كده في الورقة دي، ويعني مش عايزة اقول لكم كثافة، سواد جميل قوي فحمي في العين او في الرموش بتحديدا يعني. خفيفة جدا كأنك مش حاطة اصلا ماسكارا. فعاليتها يعني لو هتيجي تقارني بيها، انا استخدمت طبعا براندات قبل كده كتير جدا، من فورمار لمايت لميبلين. يعني بجد الفرشة كمان بتاعتها عالمية يعني بجد والله فرشتها حلوة جدا، بتكثف الرموش قوي. بصوا السواد بتاعها، بصوا عامل ازاي. هي ووتر بروف، يعني انا مش عايزه اقول لكم بصراحه على حلاوتها. محتاجين بس ان احنا لما نيجي نحط منها طبقه تنشف، بنحط تاني بعد ما بتنشف بحاجه بسيطه. برضو انا جبت الكونسيلر دوت، انا كنت محتاجه كونسيلر فول كفرج، وفي نفس الوقت يعني لايت يفتح تحت العين ويخلي الشكل مش اوفر، يعني ما بقاش ان انا حاطه حاجه مبينه ان انا حاطه حاجه، بالذات الصبح، لان انا بحب انزل ناتشورال قوي الصبح، مش اي حاجه مكلكعه، ما بيبينش اي علامات مثلا تحت العين او اي حاجه. كان افضل اختيار انا جبته الكونسيلر من مايت سينما ده. ده الجديد اللي نزل من مايت سينما، مش عارفه في حاجه جديده نزلت تاني ولا لا، بس ده كان اكتر حاجه واحدث حاجه نزلت. الفرشه بتاعته زي ما انتم شايفين واخده يعني زي كيرف كده. بصوا بصوا الكفر بتاعه عامل ازاي، عالي قوي، مسح لي حتى السواد بتاع الماسكارا. ودي نقطة بس يعني فاهمين، يعني حتى لو حطيتي نقطة كمان وعملتيها بالبلند كده اهو، بلند هتلاقي ما بقاش فيه خطوط اصلا تحت عينيكي خالص. خفيف وبيعمل لايت حلو قوي تحت العين، بجد ما كانش سعره عالي، كان ب50 جنيه بس. منتجات مايت سينما حقيقي تستحق الثقة. ده تاني برودكت. تالت حاجة معانا المورد الشفايف أو الخدود. يعني ده اختراع يا كوتش بصراحة، يعني حاجة كده رهيبة. آم، يعني مش عارفة، أنا حاساه في الصيف هيبقى أفضل وأحلى. احنا ما بنحطش في الصيف كتير طبعا ميك اب وكده، هو بقى البلاشرز والحاجات دي الصبح كمان في الشمس. انا شايفة ان ده لو اتحط تحت الكريمات بتاعتنا او كده هيبقى مدي شكل طبيعي جدا جدا. بصوا انا هوريكم نقطة منه، يعني كارثة والله بجد تحفة جدا. يعني انت لما تيجي تحطي كمان اصغر من كده قد الحمصة، يعني بصوا اتفرد ازاي بسرعة، ناعم جدا، حلو قوي. بتحطيه على الشفايف كأنه بالظبط ليبستيك كده عادي. بيورد حلو قوي، بيقعد 12 ساعة تقريبا. حلو قوي جدا بجد، عجبني قوي 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 قوي. ده من ضمن برضو المنتجات اللي انا جبتها، ما كانش سعره برضو عالي، كان تقريبا 50 جنيه. بصوا انا قفلت الفيديو وسبته دقيقة بالظبط، بصوا اللون عامل ازاي في ايديا. ووتر بروف كمان، يعني لو حبيتي تمسحيه مش هيطلع معاكي الا بصعوبة طبعا يعني. من ضمن برضو الحاجات الحلوة قوي اللي انا جبتها، وهتبقى حلوة جدا في الصيف الفترة اللي جاية.
البنات بقى اللي بتحب طبعا يعني اللي مش محجبات بقى في الصيف وكده، السبراي ده هيفيدهم قوي قوي. هو زي لايت كده، هو فيه زي جليتر. السبراي ده حلو قوي قوي، بيدي لمعة حلوة قوي للجسم. بيتحط في اي منطقة طبعا، بس بلاش تحطي في وشك يعني بلاش في الوش، خليه في اي منطقة في الجسم تانية، هيديكي لمعة حلوة قوي وجليتر كده في نفسه كده، يعني مش اوفر بتحسسي ان انتي يعني عاملة زي تان. فظريف برضو قوي قوي. حتى لو انتي في البيت بقى ومحجبة، ممكن تحطيه في البيت مثلا على الكاشات المايو بتاعتك، على اي حاجة، هيبقى ظريف قوي وهيفيدك، بالذات كمان للعرايس الجديدة هيبقى بالنسبة لهم ظريف حاجة، يعني تدي كده زي لمعة كده للجسم، حلوة قوي. سعره برضو ما كانش غالي، كان تقريبا 65 جنيه. من مايت سينما كمان جبت الفاونديشن دوت. هو 2 في 1، يعني في نسبة حماية حلوة قوي، 50. الكفر بتاعه والله مش عايزة اقول لكم على جماله. مش عارفة، انا احساسي كل منتجات ماي سينما بالذات في اللي هو البرودكت بتاعهم الكريمي او الانواع اللي زي دي، بتبقى الكفر بتاعها حلو. بصوا بصوا بيغطي ازاي، يعني نقطة بجد منه هتكفيكي قوي قوي قوي، يعني حلو قوي. وبعدين ده كمان حلو للصبح قوي، يعني ممكن تحطيه بالليل مفيش مشكلة منه. بس انا شايفة البشرات اللي هي الدهنية والعادية هيبقى بالنسبة لهم جميل جدا. والبشرة الحساسة كمان على فكرة، انا بشرتي حساسة، هيغطي معاكي كل المسامات الواسعة، هيغطي لو عندك اي رؤوس سودة، هيغطي بشكل طبيعي قوي قوي قوي. بصوا حتى مسح المورد اللي كان تحت ايدي، بصوا عاملين ازاي، يعني الكفر بتاعه حلو قوي بجد والله. جبت كمان البلاشر دوت من مايت سينما. يعني انا كل النهارده الفيديو عن مايت سينما. بصوا بقى النقطة بتاعته ده، انا جايبة اللون الغامق ده علشان اخليه زي كونتور، يعني مش جايباه بلاشر. تقدري انتي تستخدميه كده وكده، يعني في كمان درجات منه حلوة قوي اللي هي البينك والالوان التانية دي الفاتحة، ممكن تستخدميه بلاشر. بس انا كنت جايباه اكتر للكونتور، انا عايزة كونتور كريمي، يعني يبقى بيتسحب كده على الوش بسرعة الصبح لاستخدامك السريع. لو انتي مستعجلة او حاجة بتحطيه نقطة كده ونقطة كده، شكرا يعني بيقضي الغرض بزيادة. الدرجة دي 105، اللي هي تقدري تستخدميه كونتور، حلو برضو قوي عجبني. الليفتر بقى ده او الجلوس ده، يعني هو عاملينه بصراحة باحترافية. الجزء دوت عاملينه مط، بصوا اللون بتاعه عامل ازاي، درجات النوت الحلوة الهادية برضو اللي تنفع الصبح قوي. درجته حلوة جدا 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 على فكرة. اللون من بره غير اللي من جوه، يعني اما تيجي تعملي تستر كده تشوفي على ايديكي، اللون اللي جوه احلى من اللون اللي باين لك بره والله بامانه. الجزء اللي من هنا ده مات، والجزء التاني ليفتر كده بيدي لمعه. لو حابه تحطي الاتنين على بعض هيديكي ثبات 24 ساعه، بكلمك بامانه بجد. كانش سعره غالي برضو، كان 85 جنيه ال- الجلاس ده. بصوا الاسعار كلها مقارنة بالاسعار اللي بره، لا بجد والله اسعار حلوة قوي. بلس كمان ان احنا بنشجع المنتج المصري زي ما احنا ماشيين على نفس النهج كده. اسعار حلوة، البرودكت حلو. يعني مش عارفة بصراحة، انا شايفة ان مايت سينما عدت دلوقتي ان احنا نتكلم اصلا عليها، خلاص بقت براند من ضمن البراندات اللي خلاص دخلت معانا المنافسة.